عادة بعملها بلا لحمة اللي هي مطفاية الكوسة. اليوم عملتها مع اللحمة، طلعت مثل الكوسة باللبن. قصقصت الكوسة هيك مربعات صغيرة، وقصيت بصل وبلشت قلي البصل بزيت زيتون مع اللحمة المفرومة. زدتلها بهار أسود ورشة ملح. بس استوت اللحمة زدت فوقن الكوسة وقليتن مع بعض لحد ما دبلت الكوسة، وغطيت وتركتها لحتى هيك تتحمر شوي. هون حضرت اللبن، حطيت اللبن، حطيت دقيت توم مع ملح، زدتن فوقن. رجعت زدتلها بيضة وخلطتن منيح. رجعت زدت شوية مي وزدت الكورن ستارتش وحطيت معلقتين طحينة، خفقتن كتير منيح. وهون كانت الكوسة خلص دبلت وتحمرت يعني. زدت فوقها اللبن المتوم وضليت حركها لحد ما صارت تغلي شوي. اوعى تغطوها لأنه بيفقش اللبن. زدت لها شوية نعناع يابس، وهون كنت عم قلل الصنوبر تشيتها هيك فيهم. وكنا عم نحضر رز عشعيرية وقدمناها بهاي الطريقة. بتشهي من أطيب الأكلات اللي مجربتها، عن جد بنصحكن تجربوها.